بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة، فيديو اليوم التلات 20/12/2023. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن جميع الاسعار اليومية هنا على القناة. هنبدأ بحال سوق الرز واسعار الرز. بالنسبة لسوق الرز النهاردة فيه هدوء في اسعار الرز، وفي عرض في الرز الشعير، والسيولة قليلة في السوق، والطلب على الرز الأبيض شبه متوقف أو قليل، والعرض في الرز الشعير موجود، في عرض في الرز الشعير، فعامل حالة من التخبط واللخبطة في السوق. وده طبعا سوق بيضر الكل، سواء مضارب أو مخزنين أو فلاحين أو تجار. سوق ملخبط، مفيش فيه فلوس، وكل شوية السعر بينزل. وطبعا سوق الرز عموما من بعد انتهاء الموسم مباشرة، والأسعار بترفع زي الصاروخ وبتنزل زي الصاروخ. فجأة تلاقي الرز رفع وفجأة تلاقي الرز نزل، وده حاجة يعني عاملة لخبطة للناس، وعاملة لخبطة لأصحاب المضارب، وعاملة لخبطة لتجار الرز الشعير عموما. ده اللي في السوق. وقف الطلب الأبيض هو اللي عامل نزول في السوق أو قلة الطلب على الرز، وده ممكن يكون بسبب إن تجار الأبيض بيبيعوا من البضائع اللي موجودة عندهم في انتظار وصول المستورد، أو على حسب المستورد هيوصل امتى، فكله بيطلع بالبضاعة اللي عنده، والله أعلم. يعني ده ممكن يكون السبب، بس فعلا مفيش طلب على الرز الأبيض، عشان كده الأسعار هادية. ده اللي موجود في السوق اليوم. هنخش في الأسعار عشان ما نطولش على حضراتكم. وقبل ما نخش في الأسعار، الناس اللي بتقول في حد كان معلق لي امبارح بيقول لي اتقي ربنا في الأسعار. الحمد لله احنا بنتقي ربنا وبنقول الأسعار اللي موجودة في السوق، سواء السوق طالع أو نازل. حالة السوق اللي موجودة بنقولها، يعني يوم بيوم، كل يوم بنقول الأسعار اللي موجودة في السوق حاليا. في ناس مستنية الرز يوصل 25 وتبيع، خليك مستني لما يوصل 25 وابقى بيع. وفي ناس مستنية لما الرز يوصل 12 وتشتري، خليك برضو مستني لما يوصل 12. انما احنا هنعرض الاسعار اللي موجودة في السوق يوم بيوم، سواء طالعة او نازلة، ومش هيهمنا اي حد يتكلم او ما يتكلمش. بالنسبة لاسعار اليوم، اسعار الرز الابيض العريض اعلى جودة، زيت وبخار وسيلوتكس، بضاعة أعلى جودة ب28,700 من أرض المضرب. ده بالنسبة للرز العريض أعلى جودة، وقد تزيد الأسعار أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب الجودة. والرز الأبيض الرفيع أعلى جودة، زيت وبخار وسيلوتكس، 27,400 من أرض المضرب، وقد تقل البضاعة أو تزيد على حسب نسبة الكسر وحسب جودة البضاعة وحسب المضرب وحسب المكان اللي موجود فيه البضاعة. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض. بالنسبة لأسعار الشعير، الشعير العريض وصل للمضرب ب18,400، والشعير الرفيع وصل للمضرب ب17,700. وأسعار التنفيذ من أرضه في الشعير العريض ب18,200، وفي الشعير الرفيع ب17,500 من أرضه. ده الأسعار، وقد تزيد أو تقل 200 جنيه على حسب المنطقة اللي حضرتك فيها. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض والرز الشعير. بالنسبة لأسعار المخلفات، السرسة المطحون ب1900 إلى 2000 جنيه للطن من أرض المضرب، والكسر الناعم من 14,200 إلى 14,400 من أرض المضرب، والجونة من 11,800 إلى 12,000 للطن من أرض المضرب. بالنسبة للسرسة البلدي من 5,500 إلى 6,000 للطن من أرضه. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير والرز الأبيض. بالنسبة لأسعار القطن اليوم، بالنسبة لأسعار قطن جيزة 94 إنطار 157 كيلو ونص،
خارج المزادات. سعر القطن يتراوح من 9800 إلى 10000 للإمطار، من 9800 ل 10000 إمطار القطن جزء 94. وزي ما قلت لحضراتكم المجمعات بدأت في استلام القطن، ولحد دلوقتي المجمعات الإقبال عليها مش كبير زي المزاد اللي فات. المزاد اللي فات كانت المجمعات ملانة بالقطن، وكانت كمية القطن كبيرة. انما المزاد ده لحد الآن لسه المجمعات فاتحة امبارح وأول امبارح بتستلم جديد. لحد الآن الإقبال قليل من قبل الناس، من التجار والفلاحين. فنتمنى إن المزادات ترفع الأسعار لحد ما يوصل لأسعار القطن اللي كانت عليها في أول مزاد. ده بالنسبة لموضوع القطن. وهنا برضو كان في ناس علقت، حد من الناس يعني علق لي على فيديو قطن كنت قايل فيه على أسعار القطن، وكان بيقول إن أنت السنة اللي فاتت لما قلت لنا المحالج هتقفل تسببت في خسارة. أنا فاكر جدا إن أنا قلت كده، وده كان قرارات طالعة من المنظومة. وعموما كانت القطن أيامها ب8000 للإمطار خارج المنظومة. وبعد ما قلنا الكلام ده بحوالي عن 3 أو 4 أيام القطن نزل ل6500. فازاي انا سبب خسارة حضرتك وهو كان وقت ما انا بقول ب8000، وبعد ما نزل بعد ما انا قلت باسبوع وصل 6500. فكان من المفروض لو انت بعت ب8000 كنت كسبت مش خسرت، عكس الكلام اللي حضرتك قايله. بالنسبة لأسعار الذرة البرازيلي صب أرض المينا ب13800، والذرة الأرجنتيني صب أرض المينا ب13800 للطن، والأوكراني ب12700. ده الذرة المحلي. ده المستورد. المحلي الأصفر ب12400 ل12600 للطن، والأبيض من 11800 إلى 12000 للطن من أرضه. بالنسبة لأسعار الفاصوليا تقريبا بتعمل من 60 إلى 61 للطن. وبكده يكون عرضنا مع بعض الأسعار اليومية على القناة. أسعار الفول البلدي فيها ثبات من 4900 إلى 5100 للأرداب. الأرداب ب155 كيلو خام من التلاجات، إنتاج سنة 2023. ده بالنسبة لأسعار الفول. وكده يكون عرضنا جميع الأسعار اليومية على القناة. يا ريت لو انت أول مرة تشوف القناة أو تشوف الفيديو، هتنزل تحت الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك بالعربي، بتضغط عليها وبتفعل الجرس، هيوصلك إشعار يوميا بالأسعار على الموبايل بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.